السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. غادي نوجدوا كاملين نوجدوا الخليع اللي كيجي رائع بزاف. كنحتاجوا ليه اللحم مقطع هكا طريف شرائح بهذا الشكل بحال غنديروا القديد تماما. غنديروا القديد وغادي نضيفوا ليه راس ديال الثومه مدقوق مع معلقه كبيره ديال الملحه، معلقه ديال القزبور حبوب، ومعلقه ديال البزار، ومعلقه ديال الكمون، وشويه ديال راس الحانوت. هادشي اللي غادي نحتاجو في التوابل اللي غادي نديرو لهاد القديد هذا. كنحركوا هاد اللحم مزيان وكنشربوا ليه ديك الثومه مع دوك التوابل مزيان نخليوهم نبقاو نفركوا فيهم هكا حتى كندخلوا ديك العطريه كامله وكنخليوهم يترقد واحد تقريبا ليله كامله اولا 4 سوايع حتى 5 سوايع. من بعد كنشروه في واحد النشار اللي كيكون فيه الشمس، وإلا كنتو كديروا بلاصه اللي كتكون فيها الغبره غطيوه بشي توب بحال هكا ديال حياتي، كيكون رخيق كيدخل الاشعه ديال الشمس وكيحافظ على اللحم من الغبره. هنايا نشف القديد ديالنا كما كتلاحظوا وقطعته هكا طريفات صغار وغسلته مزيان من ديك الغبره. ملي كنمنشورو داكشي ضروري نغسلوه واحد شويه، غسلته مزيان. وهنايا عندي الشحمه قطعتها طريفات صغار ودرتها في واحد الطنجره. هادو اعشاب منسمه الا بغيتو ديروهم ما بغيتوش تحيدوهم. هنايا دوبت الشحمه ديالي مزيان حتى دابت ديك الشحمه وغادي نصفيها. من بعد ما صفيتها غادي نضيف فيها داك القديد اللي قطعته وغسلته مزيان من الغبره، لانه واخا كنغطيوه بالزيت فضروري كيكون شويه ديال الغبار. صافي هنايا خويت شويه ديال زيت الزيتون واحد الكاس متوسط، ودرت 2 كيسان ديال الماء الكاس الثاني ما صورتوش. وكنضيف هنا معلقه ديال القزبور حبوب. هادشي اللي كنضيف في التوابل صافي، لان وشويه ديال البزار لان اللحم عندنا متبل. صافي كنسد عليه الطنجره ديال الضغط وكنردو كيطيب على عافيه مهيله تكون ناقصه بزاف، وكنخليو الطنجره ديالنا كطيب حتى كنحسبوا ليه واحد المده ديال الوقت. من بعد كنحلوه نخليوه الا مازال فيه الماء كنخليوه كيتشحر حتى كيتحيد منه داك الماء وكتبقى غير داك ليدان تماما كيكون ناشف من الماء، ما تبقاش فيه حتى شي قطره ديال الماء. صافي هنايا من بعد كنعمروه في القراعي ديالنا يكونوا معقمين، والقراعي ديال الزاج ما ديروش البلاستيك، من الاحسن يكونوا زاج